واي حاجه في البلد تهون مالكش دعوه بيها، حقك هيجيلك. ربنا عز وجل لما يقول لدعوه المظلوم والله لا انصرنك ولو بعد حين، فهتيجي النصره باذن الله، وان شاء الله نشوفهم كده في اعز حاجه يمتلكوها. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. امين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. امين. هتمشي وهتدوم وما دامتش اللي قبل منهم عشان تجيلهم، بس ان شاء الله هتيجي بالحق بشبابها اللي هو عاوز يعمل حاجه في بلده بعلمه بدينه مش بحاجه تانيه. انا عمري ما ابني ما كان حاجه وحشه، متربى على الادب، على الدين، على طاعه والديه، عمره ما دخل في مظاهره ولا عمره قال كلمه وحشه في بلده، كان يخاف ربنا في كل فعل. انا اسف في الاول لو لي دين اي واحد عند ابني يقول لي عليه قبل اي حاجه، ويكون مسامحه من قلبه ونحتسبه عند الله. وسيبك من اي حاجه في البلد، نصيحه من رب، اوعى المظاهرات، لان اللي بيضرب قادر ما بيميزش بين اي واحد، لا جاهل ولا متعلم، بيضرب بغباء. ارجعوا لاهاليكم، لان قلبة حرقة الام على ابنها شديده شديده قوي والله. يا رب اشوفكم احسن حاجه في الدنيا وتعوضوني عن ابني، وارجو ان الصله بيننا وبين بعض ما تتقطعش عشان نار قلبي ما تهداش، واللي ليه مظلمه صغيره عند ابني يردها فيا انا كفيل اني اخد مظالم ابني. احتسبه عند الله، يا رب اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واحشره في زمرة الصالحين واسقيه شربة ماء لا يظمأ بعدها ابدا يا رب. انا مش هطول عليكم، كفايه الاعداء اللي عمري ما تمنيت لابني اكتر من كده. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.